كنت شغال. الو 2 3 4. اهلا، مساء الخير، ازيك، عامل ايه؟ انا مبسوط اني معاك في اوضتك. انت منين؟ ايوه بالظبط، هو ده السؤال. احنا منين وجينا هنا ليه؟ وهل فعلا كنا مسؤولين لما جينا ولا اتدبسنا في السكه؟ اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى في صدى صوت. موضوعنا شائك. الناس بتشوف المسؤوليه والالتزام مدارس، وكل واحد له وجهه نظره، فيها الصح واكيد فيها الغلط. احنا بنتعامل مع المسؤوليه ككلمه، بس حقيقه المشاعر اللي بنحسها ورا الكلمه دي وتفسيرها بيختلف دايما من شخص للتاني. هنلاقي ان البنت لما بتشيل مسؤوليه غالبا بتبان كاحتواء، او في صوره اهتمام بالتفاصيل، او ترميم لمشاعر كل اللي حواليها، بغض النظر عن ان ده مش دايما بيتم الاعتراف بيه as مسؤوليه، بس it's okay. لو جينا نروح للولد بقى، هو عنده شيل المسؤوليه بيبان في صوره حمايه، تأمين للظروف، او واقفه في وش اي تهديد بره الدايره. حاجات كلها ضخمه جدا وتكاد تكون ماديه اكتر من انها معنويه. فتفتكروا ايه ممكن يحصل لما المعاني دي تدخل في بعض؟ وهل احنا فاهمين مسؤولياتنا تجاه بعض صح، ولا كل واحد فينا شايل شيلة هو مش فاهمها؟ وعشان اختلف العلماء، وكده كده في لغات كتير حوالين المسؤوليات في المطلق، والست دورها ايه والراجل معرفش ايه، فانا قررت اجيب لكم وجهة نظر من الطرف التاني للمعادلة، جايز الدنيا توضح شوية. فيا جماعة النهاردة معايا صديقي واخي العزيز الدكتور احمد رمضان AKA احمد حمودة. يا اسطى، اولا ايه المسؤوليه اللي انت متهرب منها حالا علشان نيجي نقعد القعده دي حالا؟ هقولك، انا المفروض عندي كورسات المفروض اخلصها، تمام؟ ده هيفيدني في الشغل، وعندي شغل كتير متاخر كتير قوي، تمام، بكامبينز كتيره، فانا المفروض اخلصها. بس اتس اوكي يعني، يلا بسومه، يلا اي حاجه هتبعدنا عن المسؤوليه فيلا ليتس جو. مش عشان بسومه يعني، تمام يا اخويا. ما انت اللي وقعتي في وش انه خلاص فوضت يعني، خلصت كل الحاجات، ان انا رحت الجامعه واتسكلت من الشغل وطلعت كامبين كتير وعملت كل حاجه عشان ما اقعدش قدام اللاب او قدام البتاع عشان اقف اشتغل. عملت ماشي، يلا محاوله، دي اخر محاوله دلوقتي. طب انت عارف احنا متكلمين على حوار الحلقه ده من شهر 2، احنا النهارده في اخر شهر 4 قبل ما الحلقه المفروض تنزل باسبوع. عادي، حلو، ده برضه هروب من المسؤوليه. ايوه، ان احنا بنهرب مش بنهرب، عشان احنا بنهرب من المسؤوليه برضه انت اصلا. طيب لما بتتذكر كلمه مسؤوليه، ايه اول حاجه بتيجي في بالك، او انت شايفها ازاي عامه؟ هقولك على حسب هي جايه منين. يعني لو جينا اتكلمنا مثلا ان هي جايه من البيت، فهي المسؤوليه من البيت انا ما بحبهاش اصلا. مسؤوليه البيت ده فتح كلامي، فانا لا سكيب، دي مش هنتكلم عنها. اوكي، نتكلم عن مسؤوليه دراسه، برضو ما بحبهاش، انا اعمل لها سكيب. نيجي على عشان مريحه ان مفيش مسؤوليه انت بتحبها عامه يعني، فخير. لا نتكلم بجد. هو طبيعه الانسان اصلا بيحب يهرب من اي حاجه، ده الطبيعي. اوكي، ان احنا عايشين بنبقى عايزين نعيش في اللاواعي، ان احنا ما بنعملش اي حاجه، مفيش اي حاجه لذيذه. ماشي. فعلى سبيل المثال فلنفترض دلوقتي ان احنا لو هنتكلم مسؤوليه في الشغل، هقولك انا الاسبوع اللي فات ده انا كان عليا اوفرلود في الشغل قسما بالله. انا كل كامبين او كل شغل بعمله، تمام، بقول ان ده اصعب شغل واصعب مسؤوليه انا اتحطيت فيه لغايه اخر كامبين ديت في الشغل. يعني هنبعد شويه عن صيغ الحلقه، بس يعني كمثال، تمام، اخر كامبين اللي احنا لسه شغالينها اللي هي نازله بتاعه الكافيه وكده، لو ما اتفرجتوش على الكامبين يا اخواتي روحوا اعملوا سبسكرايب وشير. اخويا اللي بيسوق لنفسه وسط الحلقه كده، يا اسطى في 4 بيسمعوني، فانت يعني مش هتطلع بعدد ناس. حلو، 4 يزيدوا فول يا جدعان. ماشي. اللي ابتدى الحوار كالتالي: احنا دلوقتي معانا ضغط شغل، معانا 4 كافيه، تمام، ال4 جنب بعض، بجد ال4 جنب بعض، وكل واحد فيه مزايا وفيه عيوب، فانت عايزه تفصلي ما بين كل حد وحد. فجيتي بصيتي انت اصلا مش شغل، يعني انا شغلتي مش ان انا احط كامبين او ان انا ادي فكره او انا ميديا باير، بجمع ريفرنس، بجمع هوكات، بجمع وبشتغل بالاعلانات. اوكي. فانت كنت عايزه تفصلي الكافيهات عن بعضها، عايزه كل حد في حته لوحده، تمام. فانت قلتي فكره
مجرد فكره. خلاص تمام، احمد هيمسك الكامبين، احمد اللي هيجمع الموديل، احمد اللي هيجمع الريفرنس، احمد اللي هيجمع المصورين والناس اللي هتيجي معانا. خلاص هي فكرتك البروجكت خلاص، هي مجرد فكره. مجرد فكره فيديو تافهه قلتها. ففجاه بدنا اي سابق انذار، بديتي ان انت معاكي شغل في دفوهات للركب. الاونر قال لنا ان هو كان هيفتح في شهر، فتح قبل الميعاد بشهر، وكان فاتح في العيد في الموسم، والمفروض ان انت الشغل بتاعه تخلصيه في ظرف اسبوع. تمام، ان انت تجمعي الناس دي كلها وتوفقي ما بينهم وتشوفي المواعيد، وكنا في ايام امتحانات بعد اللي كان عندنا امتحانات. اوكي طيب، هو السؤال كليشيه جدا، بس ممكن تقولي امتى اول مره حسيت فيها انك مسؤول، او اللي هو انا اتحطيت في المسؤوليه دلوقتي حالا والله العظيم يعني هقول لك ده كده بجد والله العظيم، ده لسه جاي حالا. عارفه اول مره حسيت ان انا مسؤول بالظبط من 2023 يوم 21/11/2023. اي حاجه كانت حصلت فلا تمس المسؤوليه بشيء حصلت لي انا شخصيا. هقول لك عارفه حسيتها امتى؟ لما فجاه اكتشفت ان انا يعني في الاجازه السريع ان يوميها هم الناس مش عارفه، انت عارفه. اوكي. لما اسمه ايه ده، لما جالي المكالمه وان انا رحت المستشفى مع بابا، وفجاه لقيت نفسي انا عمري ما دخلت مستشفى لوحدي، استحاله اخش مستشفى لوحدي، استحاله. لو ايه حصل انا بخش اصلا مستشفيات عامه. انا لو هدفع 1000 جنيه في عياده و100 جنيه في المستشفى هروح ادفع 1000 جنيه عادي زي العبيط، مش مشكله. المهم لما قالوا لي خبر وفاة بابا وانا كنت لوحدي ومعيش اي حاجه ومش عارف اعمل ايه، وستيل لسه يعني 18 19 سنه، كنت والله جبت 18 2023. انا عندي 23 يبقى انت 18 كنت لسه في اولى جامعه، كنت لسه داخل الجامعه عامه. اوكي تمام. ده اول يوم حسيت بالمسؤوليه، اللي هو ايه ده، اوكي المفروض اعمل ايه بقى. وسرد بقى احداث حصلت هي مش مترتبه. خلاص بقى انت بقيتي مسؤوله ان انت تعملي كذا وكذا وكذا، وان مش انت مسؤوله، هو فرض عليكي. اوكي. المسؤوليه بتبقى رخمه في حاله ان هي اتفرضت عليكي، مش ان انت رحتي انت مجنون وخدتني للجزء الثاني اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه. بس الاول قبل ما نطلع من ده، اولا اتمنى كل الناس اللي تسمعنا تدعي لعمو رمضان بالرحمه، ربنا يرحمه ورب ويغفر له. في حاجه معرفش كل الناس تبقى عارفاها عن حموده ولا لا، بس حموده شغال من وهو صغير جدا أوي. فانا بالنسبه لي انا مستغربه جدا جدا ان انت حالا بتقول ان ده اول وقت حسيت فيه بالمسؤوليه. انا فاهمه الموقف بمشاعره، بكل فعلا المسؤوليه اللي اترمت عليك فجاه وانت صغير على ده. بس يا اسطى طب ما انت شغال بجد من وانت صغير، ازاي قبل كده ما كنتش بتشوف ده مسؤوليه؟ هقول لك، لان دي زي ما قلت لك هي ده اتفرض عليكي. لما انا بشتغل انا ببقى في كامل قوايا العقليه وانا رايح اعمل كذا لان انا راضي مسؤول. تمام. ايه اللي هيحصل؟ اخرتها ايه؟ عادي يعني، اصل شغل هيطلع وحش هتسيبه مثلا. بالظبط. اما ده فرض عليك ان انت حاليا انت مسؤوله هتعملي 1 2 3. اوكي. ما عندكيش اي سابق انذار باي حاجه، انت خلاص يلا يا باشا خش. من ضمن المسؤوليه بجد ان انت تبقي مسؤوله عن اشخاص، ده تاني اصعب حاجه. هم حاطينك ان انت مسؤوله واثقين فيكي، ده تاني اصعب مسؤوليه ممكن تاخديها. ايه اول واحده؟ اول واحده ان المسؤوليه اللي تتفرض عليكي. اوكي. تاني حاجه بجد والله مش بهزر، ان انت يبقى حد واثق فيكي ثقه عمياء لدرجه ان هو يديكي مبلغ. تمام. يعني هقول ارقام قريبه. تمام. 80,000 جنيه في 8 ساعات هيتصرفوا، يعني الساعه واقفه ب 10,000 جنيه. اوكي تمام. شغل هيكفيكي 3 شهور قدام. فانت مسؤوله ان انت الغلطه اللي هتعمليها انت اللي هتحاسبي عليها. ده برضو من اصعب وابشع بجد والله العظيم الموقف تحط فيه، ان انت مسؤوله عن كذا، ان انت حد واثق فيكي زي سيد دلوقتي انت وثقتي في حموده، يلا يا حموده ننزل نعمل بودكاست ويلا بينا ومش عارف ايه، وان انت منتظره حاجه حلوه تيجي مثلا بعد ما خلصنا، لا والله الشغل مش عاجبني، ولا هتعرفي ترجعي موديل، ولا هتعرفي ترجعي فلوس، ولا هتعرفي تعيدي اليوم، والشغل هيتاخر والدنيا هتبوظ. ايوه. فده برضو من اصعب الحاجات، الثقه اللي بتخلي حد يوكلك ان انت تكوني مسؤوله عن حاجه. اوكي ماشي. بس هي يعني دي طبيعه شغل، اللي هو اي شغل مثلا ايا كان انت شغلك ايه والبوزيشن اللي انت محطوط فيه، انت واخد ثقه بقى المدير، واخد ثقه الكلاينت، واخد ثقه الناس اللي حواليك، فانت كده كده
محطوط عليك لما كحتة بتيجي المسؤولية تريسك دي. في حاجه جديده مم. بشعه، ده كده بتريسك في حاجه جديده، ده كده وهم بالنسبه لهم بجد يعني مش عشان المدير بين صله قرابه احب اوضح ان المدير اخوه. تمام بجد تحياتنا، بيثقوا. استنى، تحياتنا الاول باشمهندس محمد. باشمهندس صح، ايه الهبل ده؟ باشمهندس محمد رمضان. ده باشمهندس انا حموده، هو باشمهندس محمد دكتور. هم الله يحفظهم، عيله جميله جدا. يلا كمل يا اخويا. بجد بيثق فيها ثقه بشعه بجد. مش بشعه. لا وعارفه تيجي مش عارف ايه يقول لي يلا بينا، فاللي طب ما تفكر تاني، انا مجرد فكره. طب يقول لي ما يلا هو بينا. هقول لك حاجه، بحس ان محمد مش صغير، يعني مش صغير في الكارير، عنده اكسبيرينس، فهو حاسه ان ده يعني مخليه مؤهل انه لما يسمع فكره لو شاف فيها بوتنشال خلاص انا طب ما يلا فعلا. وبحس محمد في الشغل او راسي كده راسي، وغير ده طب ما يلا الفكره لو جاي منها حتى لو هنصرف فلوس ووقت ونجيب ناس وموديلز ومش عارف ايه وكده، انا عايزه اطلع حاجه في الاخر. عنده جرأة انه ياخد الريسك. ممكن دي حاجه انا بحسها في محمد دي حاجه تحتسب له بصراحه. انت دلوقتي لو بكره الصبح انا قلت لك بس ما انت متجوزه وعندك اولاد، يا ساتر يا رب، قولي لي بقى المسؤوليه يا هتبقى ساتر حاسه يا ازاي؟ رب، يا ساتر يا رب. بجد. اولا طب ماشي لو ده الموقف فعلا يا اسطى نتفرج عليا. روحوني مبدئيا، روحوني. هو بجد انا بحس ان المسؤوليه تحديدا لما بتتفرض بتبقى اصعب من لو انا مختارها. يعني انا لو اخترت ان انا اشتغل في ده بكامل ارادتي وانا شايف ان انا لسه ببدا، فكده مش هبقى الاشطر في المجال او الاشطر في اللي انا بعمله، بس انا حابب ده ورايح له بارادتي، يبقى دي مسؤوليتي. تمام، مفيش حاجه اتفرضت عليا، فده قشطه مسؤوليه اختياريه. بس انا فجاه صحيت لقيتني في شغل انا مش حابه، هي مش بتيجي طبعا بالعبط ده بس تمام. فجأة صحيت لقيتني بجد متجوزة وعندي عيال. الحقونا بجد. والله العظيم لا، دي مسؤولية. يعني لو البني آدم عنده خلق وطاقة ان هو يشيل المسؤولية او هيتقبلها او يتعامل معاها وهي باختياره، مستحيل يبقى عنده ده وهي مفروضة عليه. فانت بتبقى بتحارب بافكارك وبتحارب بالمسؤولية اللي مفروضة عليك، وبتحاول تحل المشاكل وانت مضغوط من كل النواحي. فبحس ان لا، يعني هي المفروضه دي بتبقى مصعبه الدنيا. بس هقول لك يعني خلينا بلاش نروح في المفروضه، خلينا نرجع سنه بسيطه ورا. انت خلاص هي سنه الحياه ان انت المفروض تتجوزي خلاص، حتى لو التوقيت. يعني انا مش هقول لك حاجه، انا عندي 26 سنه، انا شايفه ان انا بجد بحسبها از CV بقى كده، لو انا مش كواليفايد انف بجد. انا مش كواليفايد انف دلوقتي ان انا اتحمل مسؤوليه زوج وبيت وعيله وجو ده، مع ان انا قشطه شخص مسؤول. يعني انا الى حد ما اقدر اقول على نفسي شخص مسؤول، بعرف اعمل لنفسي حاجات، بعرف عشت لوحدي سنين الكليه، كل ده لا هيخليني شخص مسؤول بقدر ما. انت دلوقتي قلتي انت 26 سنه، خلينا نتكلم في النقطه دي. 26 سنه ولسه حاسه ان انت حاليا غير مؤهله، تمام؟ صباح الفل. 21 سنه وبيتعاملوا معايا ان انا مؤهل عادي، تمام؟ انا من جوه عادي مش مؤهل. بس ده برضو خلينا نروح في عنوان الحلقه بتاعتنا النهارده، اللي هو الفرق ما بين الرجل والمراه. انت مجنون عشان بجد ده نفس التحضير اللي انا محضره. تمام، خلينا نرجع. ايوه، انت شايف ايه الحوار ده ازاي؟ مع احترامي للمراه ومع احترامي انا حاسه ان بعد ما احترامي للمرأة هيجي كلام مش حلو. مع جميع احترامي للمرأة، لو في مرأة هتسمع ما تشتمنيش بس. اتفضل يا فنان. تمام. اوفرلود على الولاد اكتر. اوكي، اوفرلود قوي على الولاد حلو. أكتر. يعني البنت 26 في بنات ممكن يتحملوها بدري، بس خلينا في الطبيعي منه ان البنت 26 لما بتبتدي تتجوز بتقول انا هشيل مسؤوليه. اما على الجانب الاخر هو الولد اصلا من هو في الجامعه، ماشي، خلينا نحط بلاش انا حطيني انا كمثال، خلينا في الطبيعي مثلا في الجامعه بيبتدوا يشتغلوا، ماشي، فهم بيتحطوا في ضغط قبل البنت. اوكي، فبيبقى اوفرلود اكتر. حلو، من بدري. ماشي. فهو سن الولد بقى ما بيبقاش، يعني انت المسؤوليه بتتحط فيها وانت مش في السن الصح،
والوقت بيبقى الصح وكل حاجه مش صح. البنت بتتحط في المسؤوليه، خلينا نعترف ان البنت المسؤوليه الاكبر عليها وقت الجواز. حلو تمام، ماشي. ده وقت الستارت بتاع المسؤوليه اللي هو بالنسبه لك اوفرلود في وقت معين، ما كل معين. واحد على حسب هو حاسس ان هو تمام ولا لا. ماشي. على النقيض الناحيه التانية، عشان الولد يفتح اصلا بيت، فهو اصلا المفروض يستارت قبلها ب10 سنين. حلو. فهو ستيل بيبقى صغير ان هو يتحط في مسؤوليه، عشان ماشي. كمان 10 سنين هيشوف الريزلت اللي هو عمله. تمام. فايه مفيش مساواه بين الراجل والمراه يا جماعه. في الحوار ده انا فاهمه ان مفيش مساواه، بس عشان انتوا كده يعني. احنا اتخلقنا كلنا كده. هو الراجل المفروض يتحمل مسؤوليه حاجه معينه، والبنت هتتحمل مسؤوليه حاجه معينه. انا دلوقتي مش مطلوب مني مثلا ان انا اجهز نفسي، انا مسؤوله من اهلي بجد، بعكس ان اخويا هو اللي هيجهز نفسه. بالظبط. ودي حاجه مش من واحد خيالي يعني، مش انا اللي بريح نفسي طبيعي سنة الحياه. فتمام. فهو مش حاجه احنا اخترنا ان احنا نرضيكوا بيها، ولا العالم مثلا قرر فعلا ان يضايقكم كده. احنا مثلا الحته احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي بنتكلم في المسؤوليه من ناحيه مثلا الجواز والشغل، وان خلاص ده المفروض يجيب فلوس، مع ان مؤخرا خلاص الدنيا بقت صعبه. تمام عادي، انا ما اشتغلتش وانا في الجامعه، بس كان في بنات زمايلي بيشتغلوا واحنا في الجامعه عادي. انا بعد ما اتخرجت بقيت شايله مسؤوليه نفسي من حته الوقت. خلاص طب ما انا حاسه ان انا والله كبيره شويه يعني بجد انا كبيره، انا ليه اهلي هيصرفوا عليا؟ غير ان الظروف جبران على ده، بس لا انا برضه لازم خلاص ماشي. طب ما اشتغل اصل طب ما هشتغل بقى، فاهم؟ فتمام. فالدنيا مؤخرا بقت انه في يا اسطى بنات عادي بيجهزوا نفسهم، وفي بنات بيشتغلوا عادي زي ما انت اشتغلت وانت صغير. لا كل ده بيحصل. انا فاهمه ان هي قليله. أيوة. يعني هي قليله مقارنه بالولاد، لو هنيجي نعمل بقى سيرفي وتبقى نسبه وكده، بس ده موجود. فمش هنجادج على الحوار يعني، احنا مش عايزين نحكم انه بصوا بقى والله انتوا متدلعين وانتوا مش عارفه ايه وانتوا مش مرمي عليكم مسؤوليه زينا. يعني لو انت عندك 26 سنه وانا عندي 26 سنه واحنا الاثنين هنتجوز، فانت عندك مسؤوليه انك هتجيب الشقه وهتصرف مش عارفه ايه، في الناحيه الثانيه انا هيبقى عندي مسؤوليه ان البيت واكلك وشربك والهدوم والتنظيف ومش كل ده. احنا الاثنين مسؤولين، واحنا الاثنين مسؤوليتنا رخمه، بس كل واحد في حته. فهي بوينت ان احنا ليه عاملين قوالب؟ احنا ليه دلوقتي الولد هو المفروض يعمل كذا والبنت هي المفروض تعمل كذا؟ يعني ليه المفروض بجد الجزء اللي انا اتكلمت عليه في الانترو، انه ليه فعلا البنات محطوطه في حته الجزء اللي فيه مشاعر اكتر، اللي هو لا انت ما يبقى فيه مشكله انا اقف جنبك واحتويك واطبطب عليك وهون عليك معنويا، بس العكس لما انا ابقى في مشكله انت بتقدم لي مساعده ماديه. طب ما صاحبي انا برضو محتاجه اللي يطبطب عليا عادي، محتاجه حد يحتويني. فاهم قصدي؟ فاهم معاكي. بقى لي نص ساعه برجع معاكي على فكره معاكي. بس انا عايز برضو انتقد، لان في بقى موضوع ده بجد بقى، يعني مش عارف هو ده في صيغه الحلقه ولا لا، بس بلا حلقه خلينا ننبسط بقى يا عم. بجد انا بجد اكتر حاجه بتستفزني بقى اليومين دول ان اللي شايع على السوشيال ميديا ان هي بزنس وومن واندبلدنج وومن ومش عارف ايه، وان انا معايا العربيه، وان ده طبيعه الحياه، ان انا يبقى معايا العربيه ومعايا الذهب كذا ومعايا الساعه الفيرزاتشي ومعايا الشنطه الجوتشي وي وان هي مش محتاجه الراجل. تمام. وان اساس اصلا لو جينا بقى نتكلم في الحقيقه، فانت مسؤوله من بيتك، من اولادك، من جوزك، دي مسؤوليتك. ليه دلوقتي في الجيل بتاعنا ده المسؤوليه راحت، اللي هو لا ده مش مسؤوليتي، انا مش مسؤوله، لا والله انا ماليش دعوه، لا انا هشتغل، لا انا هعمل، لا أوكي. لا تعالى يا نتكلم في حته ان احنا جيل عنده مشكله بجد فعلا في المسؤوليه. يعني بما ان الحلقه اللي هتبقى فاتت هي اللي كانت بتتكلم عن جينزي، من المشاكل اللي عندنا برضو احنا كلنا بجد عندنا fear of commitment، اللي هو يا اسطى الخوف عادي من الالتزام، مسؤوليه عامه، سواء مسؤوليه شغل سواء مسؤوليه ارتباط. كلنا دايما بنحس ان احنا لسه صغيرين. انا لسه في الاول كنت بقول لك لا والله انا I'm not qualified enough بجد ان انا اتحمل. بس هقول لك حاجه، يعني انا ما اعرفش ده هيبقى سببه ايه او جاي منين، بس مثلا انا شايفه ان انا دلوقتي مش جاهزه اتجوز واشيل مسؤوليه بيت.
بس هل ده يخليني انا كبسومه مش مسؤوله؟ لا. يعني انت احكم اللي هو لا، انا دلوقتي انا فعلا عشت لوحدي، فانا شلت مسؤوليه كبيره جدا از بنت اصلا، ان انا اعيش لوحدي وابقى مسؤوله بقى عن كل تفاصيلي من اصغر حاجه لاكبر حاجه. انا بشتغل بصرف على نفسي مثلا بقالي اهو 2.5 أو 3 سنين، فستيل انا مسؤوله. عارفه دي مشكله مين؟ إيه؟ بجد والله عارفه دي مشكله انا خايفه مين؟ جدا هتقول لا والله لا بجد والله كلام بجد. حسيتها لا هو ما تهزرش. هو دي بجد مشكله اهالي. اوكي، مشكله اهالي ايه؟ هقول لك، هما الاهالي بتوعنا تمام، الاهالي بتوعنا الاهالي عامه اهالينا هما زمان بيتجوز. جدك متجوز عنده كام سنه؟ ما اعرفش، بس اكيد مثلا في الستينات خمسينات، ما اعرفش. متجوز عنده كام؟ لا عنده كام سنه وهو كان متجوز يعني وقت ما اتجوز؟ بجد ما اعرفش، بس حاجه اكيد حاجه 20 مثلا صغير، وهتلاقيهم مثلا يعني او قبلها مثلا. مامتك متجوزه عندها كام سنه؟ ماما متجوزه ممكن 20 مثلا. انا مامتي متجوزه 18 سنه. اوكي تمام. فهم اتحطوا في مسؤوليه بدري قوي، اتفرضت عليهم ما كانش عندهم رفاهيه ان ايه ده، لا والله انا مش قادر دلوقتي اتجوز. بالظبط. فهم لما احنا جينا، هم مش عايزين يخلونا يضغطونا كده. بالظبط. اوكي. فتساهلوا معانا في حاجات كتير، في التعليم، في فبقينا بنتمرقع احنا في شيل المسؤوليه. بالظبط. فانت بقى لما جيتي في سنك اللي هو خلاص بقى اوريدي ان انت المفروض تبقي مجنونه ولا ايه اللي قدك معاهم عيال دلوقتي؟ بالظبط. انت دلوقتي هم بقى خلاص، هم شافوا ان هم دلعوا بما فيه الكفايه، فقشطه بقى انا هشيل ايدي ويلا حطيت في مسؤوليه. فلا والله انا مش شخص مسؤول. هي دي مشكله اهالي. ماشي فهمت. ان هم فجاه دلعوك قوي زياده عن اللزوم. مشكله الاهالي برضو، خلينا او مش من غير دلع، يعني هم يعتبر ما رموناش كده في النار مثلا زي ما بالظبط. ما ترمناش في الشارع مش في النار، يعني خلينا برضو كلامنا واضح، او ما ترميناش في الشارع بدري، فصباح الفل. ماشي. بس هقول حاجه، هل انا مثلا، يعني احنا مثلا انا وانت اهو خلاص ان شاء الله بعدين لما نتجوز ونخلف وكده، هيبقى الحياه فيها من التطور ما يكفي اننا ما نشقيش ولادنا، فهخليهم يتحملوا مسؤوليه ازاي بقى؟ انا ضد عامه. في المطلق لا ضد في نقطه معينه. انا عارف ان انا لازم اخلي عيالي ما يشيلوش مش عارف ايه، بس خلينا برضو منطقيين. هل انت شايفه مثلا حد دلع عياله قوي واحنا ما شفناش الشخصيه ديت قلنا ده عيل متدلع بيبان عليه في اصلا؟ ماشي، لا فاهمه. انا ما ارضاهاش على ابني او على بنتي. حلو. انا ايا كان وضعه وقت ساعتها هو لازم احطه في مسؤوليه. بس ما يبقاش انت مثلا ربنا كرمك ومعاك فلوس وعايش في مكان حلو وموفر لاولادك كل الرفاهيات، وتقول له لا والله انت مالكش فلوس عندي، وانزل اشتغل وانزل ما اعرفش ايه. اكيد هيشتغل، اكيد كل حاجه هتجيله بالساهل، كل حاجه هتجيله بالساهل هتضيعها بالساهل، عشان هو مش هيبقى شخص مسؤول لو ما نزلش وعاش التجربه. في امثله حيه قدامنا بيبقى ابهاتهم ما شاء الله زي الفل ومش محتاجين اي حاجه وما بيشتغلوش، واول ما عيالهم بيمسكوا الشركات بتقع. ده طبيعي. ماشي يا اسطى، عشان ما يتحملوش المسؤوليه. ماشي. انا مش ضد ده، انا مش مشكله كده محتاجين نعلم ولادنا المسؤوليه، بس ما شقيهوش. يعني ما بجد ما خليهوش مثلا ينحت في الصخر ويبدا بالصفر، وفاهم كل ما كانت التجربه اصعب كل ما هيتعلم اكتر وهيبقى مسؤول اكتر، وكل ده بيميك سنس. هو للاسف بيميك سنس جدا. بس طب ما انا يعني للحظه ما بتخيل مثلا ان انا كده اهلي مش بيعملوا معايا ده، بس لو انا مثلا يعني اهلي هم اللي بيعملوا معايا كده، احس ان هو يصعب عليا نفسي. ولما باجي افكر لا انا هيصعب عليا عيالي، انا ما احبش اشقيهم. يعني انا لا مثلا، او الراجل هيقعد يشتغل عشان يوصل للمستوى كويس، عشان لما يتجوز، عشان ولاده، عشان كل ده اللي هو انت من اول مثلا ما بتمسك بتشيل مسؤوليه انك تشتغل عشان حياتك اللي بعدين بقى. في الجواز والقصه دي انت بتفكر انه انا عايزه اتبسط وعايز اعمل عشاني وكذا وكذا وكذا، بس ما برضو انا هجيب عيال في المستقبل، فانا لا لازم يبقوا عايشين عيشه مرتاحه. لو انت ما عشتش ده مثلا وانت صغير، انت عاوزهم يعيشوا عيشه احسن من انت عشتها، وهكذا. طيب نتكلم عن موقف شخصي كانت حصلت عند انا معايا شخصيا. تمام. اتقالت كده قدامي وانا ما فهمتش معناها غير من كام سنه بجد. قبل وفاة بابا كانوا بيقولوا لقيت ماما بتقول الحمد لله ان انت فلوسك ضاعت كلها. انا يا جماعه بابايا قعد 30 سنه في السعوديه وشغال مقاول وعمل ملايين بمعنى اصح. تمام.
ولما تتحسد دلوقتي حموده ما استنى، ما أنا وانتوا هقول لك أهو. شحاتين وكده. كل ده ضاع في لمح البصر، في لمح البصر. هو عمل فلوس وضيعها عادي، مفيش اي مشكله، تمام. فقالت له الحمد لله ان انت ضيعت فلوسك، لان انت لو كان معاك فلوس لغايه دلوقتي انت كنت هتبوظ عيالك. كان هيجي يقول لك انا مش هذاكر، هتقول له ما تذاكر. هو كان بيحصل لما كان حد يقول له مش هذاكر ما يقول له ما تذاكرش، مش عايز انزل شغل ما تنزلش. ووالدتي هي اللي كانت بتنزلنا غصب عننا، ننزل نذاكر غصب عننا. بحبها والله بحبها. فهي هقول لك بابا كان بيقول لي لا ما تشيلش مسؤوليه مذاكره، خلاص هدخلك جامعه خاصه، هعمل لك هسوي لك. هي تقول انا ما بدخلش خاص. ايوه انا لو مش هتشتغل مش بتقف لك على الواحده. اوكي. هي برضه بس هقول لك، هي طنط برضه مش بتقسو عليكم يعني، هي اتليست عايزاكم اللي هو تعملوا العادي اللي هو لا. انزل. ايه ده كانت كان بتقسو جاي عليكم؟ قاسي. هقول لك ده اللي خلى محمد دلوقتي ما شاء الله ربنا ما شاء يكرمه الله. ويرزقه فتح الشركه، ما شاء الله. وده اللي خلاني لغايه دلوقتي ان انا بسعى ان انا اثبت نفسي. وخلى عمر وعمار دلوقتي بيبتدوا، عمر وعمار 16 سنه بيبتدوا، لان هم شايفين الجو في البيت خلاص بيتنافس، كل واحد يستقل بنفسه. اوكي تحفه عامه. فلو كان في فلوس كان كلنا اخواتي باصوا، انا كنت بص امم معلش مش بعيد اكون بشرب مخدرات دلوقتي. يا عمي ما كبرش بس الامور وكده. ما هو انت فهماك هو وجود فلوس عامه وعدم مسؤوليه بيودينا في سكك مش احسن حاجه كده. فده انا بتكلم فيه، المسؤوليه يا جماعه لازم نشقى عيالنا. ومن هنا بننادي انا وحموده بتحمل المسؤوليه، وهنعمل لكم كامبين يا جماعه. تعالى يا اسطى ادخلك في حاجه شائكه جدا. هل في وقت ما المسؤوليه ممكن تبقى حاجه توكسيك؟ المسؤوليه تبقى توكسيك لو مش بتحترمي ذاتك، او مش بتحترمي جسدك، او مش بتحترمي بجد، لو مش بتحترمي صحتك، مش بتحترمي الانا ديت، لو مش بتحترميها بليميت معين. عشان بس الانا عندي عالي اخويا النرجسي. لو الانا ديت مش كل فتره، لو مش كل فتره والتانيه قعدت معاها وعملت لها ريفريش وعامله ايه واتكلمت معاها، لو مش الانا احترمتها قدرتها وكده، هتعمل حاجه وحشه قوي، هتعمل شخص توكسيك. شخص مسؤول توكسيك، مش هتبقى مسؤول يعني، مش هيبقى مسؤول عامه، هيبدا يكرف بقى، هيبقى تحت بند المسؤول بس هو توكسيك. يعني هيبقى فضل مسؤول لجزء ما لحد ما المسؤوليه زادت مثلا واتقلبت عليه بالظبط، اذته فبقى كارف. فنزل بقى اللي هو السهم بينزل تحت كده، احنا بنجرأ دلوقتي. فهي الانا لازم تبقى كويسه. الانا يا جماعه والله العظيم هو مش غرور ومش نرجسيه، بس لا يا اسطى، لو الانا اصل الانا ده اللي هو ايه، انت ونفسك. اصل هقول لك هو يا اسطى الموتور بتاع كل حاجه انت بس. شكرا. احنا دلوقتي لقينا نفسنا في مسؤوليه توكسيك، فهدي رد فعل وهو ان انا هبتدي ارفضها. طيب انا بقى لما ارفض مسؤوليه، سواء بقى هي خلتني توكسيك او في المطلق زي ما انا رفضت من شويه بشكل واضح وصريح ان انا اتجوز، شكرا. هل تجرؤ انك تقول عليا شخص اناني عشان رفضت مسؤوليه؟ لا تجرؤ، انت كده لا تجرؤ تقول عني اي حاجه. بس عامه بره القصه دي هقول لك كل واحد بيشوف في القصه من وجهه نظره. انت مجنون عمال تقول حاجات اللي في دماغي والله العظيم. كل واحد بيشوفها من وجهه نظره. ما طبيعي نشوفك انانيه، وطبيعي تشوفي نفسك ان انت فير حتى لو انت انانيه، ما طبيعي يا جدعان. طب ما هقول لك خليك يا اسطى، خليك حيادي، خليك شخص حيادي. مش عشان انا رفضت حاجه مثلا، يعني انت طلبت مني اشتغل معاكم، بس انا شايفه ان انا بجد مش هقدر دلوقتي في الوقت الحالي ان انا اشتغل معاك. ليه؟ عشان انا لسه مش شاطره، فانت شايفني وبتسبورت وعايز يبقى معاك مثلا في الشغل بتاعك حد قريب منك تثق فيه وكل الكلام الجميل ده. انت اكيد وجهه نظرك فيا هتبقى مختلفه عن اللي انا شايفاه في نفسي، بس انا حاسه فعلا وما ينفعش اتجاهل احساسي ان انا لا مش اشطر حاجه، في ناس اشطر مني، فما ينفعش ندوس احنا الاثنين واخسرك بقى. الطرف الثاني ممكن يشوفها ان لا انا بتهرب من المسؤوليه، لا بسمه مش عارفه ايه، بس انت يا بسمه مش عارفه ان انت بجد شاطره. ماشي، بس خلينا حياديين. انت دلوقتي فكر في الشخص اللي قدامك اللي بيرفض مسؤوليه انت بتحطها عليه او بتطالبه بيها.
هو ايه ممكن تبقى اسبابه؟ هتفرق من مكان لمكان او موضع الوضع. نمسكهم واحده واحده. انت قلتي اول حاجه لو هو في الشركه، تمام، وده برضو بيعتمد على الشخص. يا جماعه بجد عشان احنا اتكلمنا في موضوع الايجو والانا ده، بس مش تفهمونيش غلط، انا دايما بيبقى ليا نظره في اللي قدامي، او عامه بدام انت حد موجود في الشغل وفي السوق بقالك فتره فانت ليك نظره في اللي قدامك، تمام. ممكن يكون اللي قدامك انت بتطلب منه حاجه هو مقتنع ان هو مش هيعرف يعملها، بس انت ليك مش نظره عشان هو من مسؤول، خبرتك يعني. بس انت من حد كخبره وكعندك علم وجربت وي محدش فينا اتولد بيعرف يعمل حاجه، محدش فينا اتولد مع مسؤوليه في جيبه. ماشي. فانا كحد في الشركه، فانا لما اجي اتكلم معاه ان انا شايفه ان هو مسؤول يعرف يعمل كذا، فعشان من خبرتي انا عارف ان هو لسه في حاجات هو لسه ما استكشفهاش في نفسه، في حاجات لسه ما يعرفهاش. هل مثلا انا كنت عارف ان انا مثلا ابقى اعرف اعمل ابقى دايركشن لكامبين كبيره؟ لا. هو الاونر قال لي انت تقدر تعمل حاجه 2 3 وكلفك المسؤوليه. فاحنا بنتكلم في نقطه الشغل. هو مادام اللي اكبر منك عارف واثق ان هو ان انت تعرف تشيل المسؤوليه، فزي الفل، انت كده في السيف سايد. الا بقى لو انت عندك اسباب خاصه، فوقت ساعتها انا بجيب بسوم، تعالى بسوم انت مشكلتك في 1 2 3 ايه. انا اقتنعت كليدر ان انت ما تعرفيش تشيل المسؤوليه دي بوجهه نظرك، يا انت هتقنعني انا هقنعك. بس تمام. مين اناني؟ لو كل واحد فينا شاف دماغه. ماشي. لو قعدنا واتكلمنا وفهمنا وجهه نظر بعض فاحنا كده في السيف سايد. واحد فينا نشف دماغه، كل واحد فينا حاسس ان هو لا انا اللي حاسس كذا كذا كذا. ما ممكن تكوني انت حاسه ان انت مش قدها عشان انت قلق وخوف مثلا. قلق وخوف، ما هو القلق والخوف موجود. ايوه. فانت اشرحي وجهه نظرك في 1 2 3. نيجي بقى على مسؤوليه البيت والعيشه والكلام دوت. برضو مفيش بنت اتولدت فجاه قالوا لها انت هتبقي مسؤوله وبتشيلي البيت. ما تجربي، ليه لا؟ ما هو بص بقى، عشان الحوار ده انا ضد ان انا اجرب في حاجه كبيره شبه كده. هنجرب في شغل، هنجرب في سفر، هنجرب في ليفل من الحاجات، بس انا دلوقتي هاجي اجرب في جواز؟ لا. ما هو انت برضو انا فاهمه ان في حاجات مش بتبان غير لما نحط في الموقف، انا عارفه ده، بس ستيل لا. ما انا برضو مش هجرب في جواز. يعني انا يا عم اتجوزت يا عم 3 سنين وحسيت ان لا والله مش قدها ومش قادره. ليه عامله الخطوبه؟ ما هو عامل الخطوبه. برضو الجواز حاسه حاجه لا غير الخطوبه. انا بالنسبه لي من اهم الفترات. انا دلوقتي هبدا اقعد واتكلم، فكك من الخطوبه اللي بتحصل اليومين دول، الخروجات والفسح والكلام ده، دي بالنسبه لي توكسيك. يا صاحبي هخرج امتى؟ طيب انا هخرج امتى؟ ما انا مخطوبه عشان اخرج دلوقتي. انت غريب جدا. ما هو انتوا دي شويه خروجات، دي تعارفوا بعض. ما احنا بنتعرف واحنا بنخرج، بس يعني مش في فسح. ما انت مش هتعرفي في فسحه، مش هتعرفي. ماشي. انت عاوز اختبارات يعني ومواقف مش صعبه وكده؟ مش اختبارات ومواقف. مش هقول له مثلا تعالى نسافر الغابه. ايوه. اصل ما هو دلوقتي اللي بيعرف بجد حقيقه الانسان فعلا وقدرته على التصرف وان هو مسؤول ولا لا، المواقف اللي بتحط فيها. بالظبط. حلو. ما دي حاجه انت مش هتعرف الخطوبه ما هيبين تصنعها يعني، فاهم؟ ماشي معاك يا ستي، هنخرج ونشوف. ما انت بقى في خطوبه عشان انا اقرر اشوف الشخص اللي قدامي ده مسؤول، وان انا هو شايفني شخصيه هتبقى مسؤوله وبنعرف في بعض، وهعمل سكيب ده عشان انا مخطوبه وعايز اعيش حياتي ونشوف الموضوع ده والله بعد الجواز. لا ده غباء عادي. ده بيحصل. ماشي. انا عايز ده عدم مسؤوليه اصلا من البنت. اللي هو انت يا حبيبتي محتاجين نشوف بس اللي ورانا. انت فجاه اكتشفتي ان هو بخيل. معلش، البخيل بيتعرف من اول يوم. فجاه اكتشفتي ان هو مثلا مش نظيف، مثلا نظافته الشخصيه مش احسن. ما انت ايوه فاهم. كل ده بيبان. فجاه اكتشفتي مثلا ان هو مش شهم ومش رجوله ومش عارف ايه ومش بيغير عليكي. ما يا جماعه الكلام ده بيبان يعني. ايوه فاهم. فالحاجات دي فجاه اكتشفتي ان هو خاين. لا دي بقى دي ما اصل هي ما سالتهوش انت متجوز ولا لا. يا اسطى انا القصه دي ما بفهمهاش. نعمل سكيب. لا مش قصدي ان انت تعمل سكيب. حته ان مثلا فجاه البنت تكتشف ان الولد ده متجوز ومخلف وتيجي تواجهه فيقول لها انت ما سالتيش. فانت مخك تعبان يا صاحبي. يعني ده عادي؟ يعني هل انا عادي ان انا اقعد معاك دلوقتي وانت مروح البيت بحاجه حلوه لبنتك؟ هو ايه انت دلوقتي مش مخطوبه، انت عليكي مسؤوليه دلوقتي ان انت تفتش. افتش يعني هي بقت كده خلاص نقفل يعني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا صاحبي اديني فرصه انا اقفل انا بقى.
هو في انت عايز تاخد كل حاجه بقالك ساعتين بترغي. لا يا اسطى قبل ماشي انت اوصف لي بجد دي حاجه مهمه عني جدا. انت انا مبسوط قوي ان انا عملت حاجه جديده قوي النهارده بعيدا عن اي حاجه. حاساك فيك. لا بجد مش فيك بجد والله لازم مش فيك. هقول لكم يا جماعه اصل انا بقالي فتره كتير بجرب اي حاجه جديده، فكان من ضمن الحاجات الجديده في البلان ان انا انزل اعمل بودكاست. عامه انا كان نفسي في الحوار، فانا جربت النهارده التجربه مع بسوم. بصراحه التجربه كانت لذيذه. انا حاسس ان نبره صوتي اصلا كدابه بس انا بتكلم ايوه انا حاسه انا بوشك ونبره صوتك انت كداب جدا. انا مش والله مصدقك كداب. خالص والله. لا بجد والله لازم تجربه كانت لذيذه بجد. حسيت بحاجه؟ هقول لك انا ما بعرفش. انا عندي رهبه عامه من التصوير والفيديوز والصور. انا عندي رهبه ماشي. بعيدا عن الهزار والضحك. انا خدوا مني احلى لقطات واحلى كلام واحلى هزار واحلى افيهات وانا مفيش اي سبوت لايت عليك. يعني انت قاعدين عادي والكاميرا تطلع تصور اوكي بدون اي ترتيب تموت نفسك من الضحك. زي الكاميرا خفيه كده. أيوة. بالظبط بجد. تحفة. حطني قدام سكريبت قدام كده لا. فالنهارده انا بجد والله لازم مش بهق بجد والله العظيم. انا النهارده كسرت الخوف. اي نعم كان عندي شويه ايشوز مع الناس اللي حوالينا بس يعني تمام. ناس ايه يا حمود؟ احنا كان في 2 قاعدين فوق ده جوه اصلا بس كله سامعين. طب على فكره انا يعني ماشي. انت شفت انا كنت متوتره ازاي في الاول؟ كنت متوتره جدا. ممكن نبتدي نسجل حلقه من جديد. احنا براحتنا عادي. احنا نعمل اللي عايزينه حبيبي. البودكاست بتاعنا فتمام. بس لا بس بجد النهارده كسرت بجد والله كسرت حاجز الخوف. وهقول لك من ضمن المسؤوليات ان انا كنت عمال اجل بس خلاص حسيت النهارده انا اديتك كلمه بجد وقلت لك يلا وبرمي لك يلا. وهقول لك ده برضه ما يدلش ان انا شخص مش مسؤول قوي. يعني انا هي بتقولي الساعه كام فانا قلت لها اللي انت عايزاه عشان انا مش عايزه ادي ميعاد افرض ميعاد على نفسي فانا ابقى ملتزم بيه يا ابن ماشي. فانت لما تفرضي عليا الميعاد فانا هبقى مسؤول بيه. خلاص انت فرضت عليا الميعاد. فولا انا ولا هي فرضنا الميعاد. المايك هو اللي فرض علينا الميعاد. نزلنا بالحب يعني يا جماعه. بس كانت حلقه لذيذه وان شاء الله مش اخر مره حموده يبقى معايا. ولا الحلقه الجايه ان شاء الله تلاقوني معايا. انا حالا عامه واحنا بنتكلم حسيت اللي هو طب ما ايه رايك نعمل احنا يعني البودكاست يبقى بتاعنا احنا الاثنين؟ يلا بينا. اوكي نايس موت. يلا نختم وبكده. اعزائي احبابي نكون سمعنا وعرفنا تقريبا يعني البي او في من ناحيه تانية مختلفه عن ما بسومه بتفكر. وخلينا اقول لكم يا جماعه ان المسؤوليه بجد تقيله ومسؤوليه كده يعني هي مسؤوليه. وعارفه اننا بنتمنى كلنا نرجع في ابتدائي او اصغر ما يمكن عشان نريح بس شويه من احساس ان انا اللي المفروض اعمل كل حاجه وانا اللي كلمته المفروض تتسمع. بس that's life. هنعمل ايه يعني؟ مش عايزه اقول لكم فعلا ان انا مش عارفه بس هقول اللي بيجي في دماغي. لما بفكر في الحوار بتوصل اننا نحاول نرفه عن نفسنا على قد ما نقدر استغلال اي وقت نحس فيه بالحياه سواء سفر او خروجات او اكل قاعده رايقه مع ناس مريحه. وبرضو اعتقد لو تقبلنا فكره ان المسؤوليه مش بعبع وانها حاجه كده لابد منها عشان انسانيتنا اتليست عشان ما ينفعش نبقى بجد مريحينها على الاخر وسايبين العالم يضرب يقلب حوالينا. فجماعه خليكم فخورين بنفسكم لو انتوا اشخاص مسؤوله يعتمد عليهم وسط اهاليكم واصحابكم وفي شغلكم لان ده مهم. ده بجد بيخلق قدر ما وصوره معينه هي حلوه. ممكن تعاني شويه انك مضطر تبقى فيها بس الشعور نفسه اعتقد يستحق. وانا مبسوطه جدا 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 موت بوجودك يا حموده بجد. يعني بصراحه مكسوفه جدا اقول لكم ان يا رب ما كنتش طولت عليكم بس يا جماعه ما حرفيا يعني حقك تضحك. بس انا حاسه ان قعدتي حلوه وحموده كده كده قعدته حلوه. بس بجد يا رب يكون الكلام كان خفيف على قلوبكم. much love.